كام مرة قمت من النوم وحسيت إنك مش قادر تعمل أي حاجة؟ لا عايز تشتغل ولا عايز تضحك ولا حتى عايز تاكل. بتسأل نفسك إيه اللي حصل لي؟ أنا ما كنتش كده. الإحساس ده بيوجع لأنه بيخليك تحس إنك عطلان وإن الحياة ماشية وإنت واقف مكانك، زي عربية خلص منها البنزين فجأة في نص طريق كله سرعة. عايز تعرف ده إيه؟ اسمعني للآخر. الناس بتشوفك مبتسم ناجح في شغلك، لكن من جواك في مطافي شغالة. بتفقد الشغف في كل حاجة كنت بتحبها. كانت شغلتك بتفرحك، قرايبك كانوا مصدر أمان، دلوقتي كل حاجة باهتة. صوت جواك بيصرخ: فين الشخص اللي كان مليان طاقة؟ الشغف ده هو النور اللي بيخليك تكمل، ولما النور ده بيطفي بتحس إنك دخلت في كهف مظلم ملوش نهاية. مشكلة لما تكون بتعمل كل حاجة صح بس بتحس إن النتيجة صفر. كتير مننا على جوجل ويكتب أعراض الاكتئاب وبيصدق إن ده اكتئاب مرضي. الحقيقة إن في نوع تاني من الوجع اسمه الاستنزاف العاطفي. ده مش اكتئاب جه من فراغ، ده نتيجة علاقة غلط أو مكان ضاغط قعد يسحب من رصيد روحك يوم بعد يوم. العلاقة السامة دي عاملة زي مصاص الدماء، بتشفط كل قطرة شغف وطاقة منك. لازم نفرق لأن العلاج بيختلف جذرياً. إزاي تعرف إن ده استنزاف مش اكتئاب؟ الاكتئاب بيجيلك حتى لو حياتك الخارجية تمام ومفيش سبب مباشر، لكن الاستنزاف بتلاقي فيه شخص أو وضع معين لما بتبعد عنه بتبدأ تتنفس. طول ما أنت قريب من المصدر ده بتفقد طاقتك، تحس إنك بتستأذن عشان تكون سعيد أو محتاج موافقة عشان تنجز. الوجع ده بيكون مشروط بوجود الشخص المستنزف في حياتك. لو فصلت عنه هرمونات القلق بتقل. العلاقات السامة بتخليك ما تصدقش مشاعرك. لما تتوجع الشخص التاني بيقولك انت حساس زيادة عن اللزوم أو انت بتعمل مشكلة من لا شيء. ده بيخليك تكتم وجعك جواك عشان ما تخسرش العلاقة، بس الكتمان ده سم بيدمر الخلايا. لما بتكتم مشاعرك بتفصل نفسك عن إحساسك بالحياة نفسها، فالشغف بيموت كنوع من أنواع حماية الذات. اوعى تدي لحد تاني حق إنه يقولك إمتى تحس وإمتى ما تتوجعش. أكتر حاجة بتقتل الشغف هو إنك تشوف قيمتك في عيون حد تاني. العلاقة الغلط بتخليك طول الوقت في حالة إثبات وجود. لازم تعمل مجهود عشان يرضى، لازم تنجح عشان يشوفك، لازم تضحي عشان ما تمشيش. لما بتعمل كل ده ومفيش تقدير حقيقي قلبك بيقفل. بتقول لنفسك طالما بعمل كل ده ومش بيفرق يبقى مفيش داعي أعمل أي حاجة تانية لنفسي. استرجع قيمتك مش هدية بيقدمها لك شخص. الدوبامين هو هرمون المكافأة اللي بيخليك تنجز. في العلاقة السامة الشخص ده بيسرق منك المكافأة، بيخليك تعمل 1000 حاجة عشان يرضى، وفي الآخر بيديك فتفوتة اهتمام عشان ما تسيبهوش. الدوبامين بتاعك بيرتبط بيه هو مش بإنجازك الشخصي. عشان كده لما بتبعد بتحس إنك مش عايز تعمل أي حاجة. جسمك وعقلك محتاجين إعادة ضبط مصنع عشان الدوبامين يرجع يرتبط بالنجاح بتاعك أنت وبس. هنا بيحصل الخلط بين الاستنزاف والاكتئاب. في الاستنزاف بتلاقي الروتين بتاعك ملوش طعم لأنك مستني طعم الحياة يجيلك من مصدر خارجي، الشخص السام. بتلاقي الشغل صعب، الأكل ملوش طعم، والضحك متكلف. الفرق إنك لما بتطلع من العلاقة دي بتبدأ تكتشف إن الطعم ممكن يرجع بالتدريج لما تركز على نفسك. الاكتئاب السريري بيخلي الروتين ملوش طعم حتى لو حياتك كانت مثالية من كل النواحي. لما تكون مستنزف بتلاقي نفسك بتنسحب من كل الناس اللي بتحبك بجد. ليه؟ عشان تكون طاقتك كلها متاحة للشخص المستنزف، أو عشان ببساطة ما بقتش قادر تمثل إنك سعيد قدام حد. العزل ده النجاة اللي بتستخدمها النفس، لكنه بيخليك وحيد وضعيف قدام المصدر السام. ما ينفعش تكمل محارب لوحدك، لازم ترجع لشبكة الدعم والأمان الحقيقية. الوحدة في الوقت ده ضعف مش قوة. أخطر عرض للاستنزاف هو التبلد أو اللامبالاة. بتوصل لمرحلة إنك ما بقتش بتفرق معاك حاجة. لو حد قالك كلام حلو أو وحش الرد واحد.
التبلد ده مش برود أعصاب، ده إرهاق عاطفي مزمن. روحك تعبت من كتر الإحساس بالوجع وما بقتش قادرة تستقبل أي موجة جديدة من المشاعر. لازم تفهم إن اللامبالاة دي صرخة إنذار من روحك بتقولك أنا محتاجة راحة فوراً، ما بقتش قادرة توجع أكتر من كده. أول خطوة في خطة المقاتل هي إنك تطلق حكماً واضحاً على سبب الوجع. لو كان وجعك سببه إنسان أو وضع، لازم تسميه باسمه. ده استنزاف عاطفي نتيجة علاقة سامة. ما تديش الموضوع أكبر من حجمه وتسميه اكتئاب سريري لو ما كانش كده. القرار ده بيدي قوة غير طبيعية، لأنه بيحول مرض داخلي مجهول إلى عدو خارجي محدد تقدر تحاربه وتفصل عنه. الروح اللي فقدت الشغف محتاجة تفضية. ما تستناش اللحظة المثالية، ابدأ دلوقتي. اكتب كل كلمة وجعتك، كل موقف أهانك، كل شعور كتمته. الكتابة دي مش عشان تنتقم، دي عشان تفرغ التراكمات السامة من نظامك الداخلي. لما بتفرغ الوجع القديم بتخلق مساحة عشان الشغف الجديد يدخل. ما تخافش تبكي أو تغضب على الورق، دي بداية رحلة الشفاء. لازم تفهم إن الشغف مش هيرجع طول ما مصدر التسريب شغال. لو ثبت إن ده استنزاف، عليك بالتطبيق الحاسم لقطع التواصل التام. ما تديش أي فرصة للندم أو الرجوع. كل تواصل جديد هو جرعة سم بتلغي مجهود أسابيع. الوجع اللي هيجي من القطع ده وجع صحي، وجع بتر، مش وجع مزمن. الخروج ده صعب ومؤلم، بس الوجع ده هو اللي هيخلي جسمك يبدأ ينتج دوبامين بنفسه تاني. عشان الدوبامين يرجع يرتبط بإنجازك أنت، لازم تبدأ بانتصارات صغيرة جدا. ما تستناش تعمل مشروع ضخم. إنجازك النهاردة هو إنك قمت من السرير، أو عملت فنجان قهوة لنفسك، أو رتبت درج واحد. كافئ نفسك على النجاحات دي ولو بتفاصيل تافهة. كل انتصار صغير هيخلي عقلك يقول أنا اللي عملت ده لنفسي، وهنا الدوبامين النظيف هيبدأ يشتغل. الشغف بيموت في المساحة الضيقة. لازم تسترجع مساحتك. حط حدود قوية لكل حاجة بتستنزفك، مش بس العلاقات. قول لأ للشغل اللي مش ليك، لأ للخروج اللي مش عايزه. كل لأ بتقولها للضغط الخارجي هي في الحقيقة نعم قوية بتقولها لسلامك الداخلي. لما بتحافظ على حدودك، انت بتحافظ على بنزينك الداخلي عشان تقدر تستخدمه في شغفك. بطل تلوم نفسك على اللي فات. انت كنت بتتصرف بالقدر اللي كان متاح ليك من الوعي وقتها. ما تقولش ليه استحملت كل ده. الوجع ده مالوش ذنب عليك. ابدأ صالح انت القديم واحتضنه. عشان الشغف يرجع لازم تدي لنفسك الأمان والاحتواء اللي كنت بتطلبه من الشخص الغلط. انت أول وأهم شخص تستاهل حبك واهتمامك. في فترة التعافي ركز على بناء انت الجديد، مش مجرد ترميم انت القديم. ايه هي الهواية اللي نسيتها؟ ايه هو الكتاب اللي ما كنتش لاقي وقت تقراه؟ الشغف بيرجع لما تتحدى نفسك في مساحة جديدة مش مرتبطة بالماضي. ابدأ اتعلم حاجة صعبة، لأن التحدي بيخلق توتر إيجابي بيحرك الطاقة الراكدة جواك. الوحدة بتقتل الشغف، لكن الوحدة مع الناس الغلط بتقتلك مرتين. ارجع لأصحابك اللي كانوا بيشوفوك بجد قبل العلاقة دي. ارجع لأهلك. الناس دي هي شبكة الأمان اللي بتثبت إن قيمتك مش مرتبطة بشخص واحد. دعمهم ليك مش بيقلل منك، ده بيقويك عشان تكون مقاتل أقوى في المستقبل. لو اللي بتحس بيه ده استمر أكتر من أسبوعين، أو حسيت إن في أفكار بتضر سلامتك، اوعى تتردد لحظة في طلب المساعدة الطبية المتخصصة. دي مش نهاية العالم، ده قرار شجاع. المقاتل الذكي هو اللي بيعرف إمتى يستدعي التعزيزات، لكن لو ده مجرد استنزاف فقرار التحرر في إيدك أنت وبس. قوتك في قرارك. الشغف ده مش حاجة بتشتريها، ده حالة روحية بتطلع لما تكون روحك حرة ومأمونة. انت كنت حاطط شغفك في سجن تابع لشخص تاني، دلوقتي انت حر. الشغف ده مستنيك ترجع البيت، ترجع لنفسك. ابدأ الخطوة الأولى دلوقتي، حتى لو كانت خطوة بسيطة جدا. اعمل لايك للحلقة دي عشان نوصل الرسالة، ويسيب كومنت تقول لنا فيه ايه هي أول خطوة هتعملها عشان ترجع شغفك النهاردة. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب، اشترك دلوقتي وفعل زر الجرس عشان ما تفوتكش أي ملف جديد ينقص طاقتك. سلام عليكم.